مرحبا بكم معايا في هذه القصة المرعبة اللي وقعت لواحد الراجل من مدينتنا. خليوني نحكي لكم التفاصيل كاملة. كان واحد النهار عادي، الراجل كي يتمشى في سوق الكراطة، وشاف واحد المراية قديمة معلقة عند واحد المول. المراية كانت غريبة شوية، إطارها مصنوع من الخشب القديم المنقوش، وزجاجها عنده واحد البريق خاص. عجباته بالزاف وشراها بثمن مناسب. رجع للدار فرحان بشريته الجديدة وعلقها في الصالون دياله. كان كيحس براحة كبيرة وهو كيشوفها معلقة في الحيط. لكن الأمور بدات كتغير في الليل. كان قاعد كيتفرج في التلفاز، ومن حين لآخر كيلقى راسه كيشوف في المراية. وفجأة لاحظ حاجة غريبة، الوجه دياله في المراية ما كانش كيتحرك بنفس الحركات دياله. كان كيشوف انعكاسه كيضحك وهو ما كيضحكش، كيبكي وهو ما كيبكيش. وأكثر ما خلعه هو ما اللي شاف عينين انعكاسه حمرين كي بحلقوا فيه. مع مرور الأيام الوضع ولا أخطر، بدأ يشوف وجوه غريبة كتظهر في المراية، ناس ما عمره شافهم في حياته. وكيشوف قطرات الدم كتسيل من زوايا المراية، وكيسمع أصوات غامضة كتناديه باسمه. حاول يقنع راسه بأن هادشي كامل غير خيال، ولكن القشة اللي قصمات ظهر البعير كانت في آخر ليلة. وقف قدام المراية وما شافش انعكاسه، اللي شافه هو كائن مرعب واقف وراه فالمراية. دار بسرعة باش يشوف واش كاين شي حد وراه، ولكن الصالون كان خاوي تماما. رجع يشوف المراية ولقى الكائن مازال فيها كيبتسم ليه ابتسامة مرعبة. من داك النهار الراجل هرب من داره وما رجع ليها حتى هزاو المراية، واللي خدها المراية معاه ما عرف حد فين مشات. هادي قصة حقيقية خلاتنا نفكروا مزيان قبل ما ناخدوا شي حاجة قديمة لديورنا، خاصة إلا كانت عندها تاريخ مجهول. إلا عجبتكم القصة متنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة باش توصلكم قصص جديدة ومرعبة. وشاركوا معانا في التعليقات تجاربكم مع المراية القديمة، وحتى نلتقاو في قصة جديدة. تصبحوا على خير.